ولنا الاجواء اللي حاصله وايه طلباتهم وايه اللي وصلنا لحد فين يعني. كابتن مصطفى اليوم كان في تجمعين، التجمع الاول كان من الجمعيه العموميه وده كان في صاله بورسعيد الدوليه. التجمع الثاني كان لشباب الازهر وده كان امام استاد وضافوا جيش وضافوا شوارع بورسعيد. التجمع الاول الجمعيه العموميه ومحيط النادي المصري ده كان تجمع اول تجمع مغلق لان كان قبل كده تجمعات هناك. على فكره يا ايمن بس ثانيه واحده، دي صور خاصه لهنا القاهره من بورسعيد النهارده. اتفضل يا ايمن. كابتن مصطفى ده كان اول تجمع في مكان مغلق لان كانت التجمعات كلها كانت امام الاستاد وكانت بتنتهي الشوارع بورسعيد. اولا النهارده كابتن مصطفى كانت الجمعيه العموميه كان اغلبها كل اعضاء الجمعيه العموميه ومحبي ومشجعي النادي المصري. بداوا النهارده التجمع بقراءه القران ثم وقوف دقيقه حداد على ارواح شهداء الرياضه واختصوا تسميتها بدقيقه حداد على شهداء الرياضه. لم يريدوا ذكر مذبحه بورسعيد او اي شيء من ذلك فاسموا عليهم شهداء الرياضه. طب تقول لي يا ايمن الحضور قد ايه النهارده؟ لا كان حضور مكثف جدا يا كابتن مصطفى. كام قد ايه؟ 100 200 1000 2000 3 10؟ لا كان الحضور النهارده يا كابتن مصطفى حوالي 1500. ده كان حضرتك اخد نص الصاله المغطاه بالكامل وعن ثالث الصاله المغطاه بورسعيد تساوي حوالي 3000 فرد. تمام؟ فحضرتك كان النهارده يعني قالوا حددوا الاهداف للتجمع النهارده. كانت كل التجمعات اللي فاتت كانوا بيطلبوا بحاجه واحده بعوده كامل ابو علي. النهارده 6 طلبات. اتفضل. اول حاجه القصاص وسرعه محاكمه المجرمين. ايوه. ثاني حاجه عدم استئناف الدوري العام الا بعد القصاص. ثالث حاجه عوده المجلس السابق لاداره الشؤون اللجنه. ثلاثه كامل ابو علي. رابع حاجه سرعه الافراج عن المظلومين. خامس حاجه مطالبه المحامين في بورسعيد بمقاطعه القنوات الفضائيه التي تسيء لبورسعيد وللنادي المصري. بعض القنوات يا كابتن مصطفى. سادس حاجه توجيه الشكر للاعلام المنصف لبورسعيد وكان كابتن مصطفى يونس من ضمن ذكر اسمهم في ذلك. بعد كده كابتن مصطفى قال لك صفوت عبد الحميد مدير نقابه المحامين في بورسعيد انه تم تشكيل فريق دفاع عن النادي المصري والدفاع عن المتهمين المسجونين بملايين وجه حق سواء من بورسعيد او من خارج بورسعيد. والفريق ايضا يساعد النيابه العامه في اذا تم وجود اي ادله جديده تفيد القضيه يتم تسليمها فورا للنيابه العامه. كابتن مصطفى النهارده كان في اعضاء مجلس الشعب من بورسعيد كان الدكتور اكرم الشاعر والدكتور علي بره شفناهم على الشاشه دلوقتي. البدر فرغلي محمد حامد رشيد عوض كلهم اتكلموا كابتن مصطفى في ان النادي المصري يروح بورسعيد وكلهم بيديروا اللي حصل. كلهم عايزين القصاص ما بيطلبوش حاجه دلوقتي الا القصاص يا كابتن مصطفى. كل طلباتهم كانت القصاص. طبعا دي فيديوهات حصريه يا كابتن مصطفى. دي فيديوهات حصريه قدامنا هي لينا احنا لو هنا القاهره. اتفضل يا ايمن. طبعا الدكتور اكرم الشاعر اتكلم هو والدكتور علي بره ان هم يعني بيتكلموا عن حزب الحريه والعداله وقالوا ان هم قدموا طلبات احاطه في مجلس الشعب وقدموا طلب للدكتور الجنزوري اللي يتم تعيين محافظ بورسعيد. اتكلم البدر فرغلي وقال ان هو هيبدا في التقدم لبلاغات للقنوات المسيئه لبورسعيد. محمد حامد ورشيد عوض اتكلموا من الناحيه الامنيه والناحيه الاقتصاديه لبورسعيد. محمد حامد قال ان المسؤول الاول تلك القضيه جهات كبيره من الامن. رشيد عوض اتكلم وقال ان الهدف من تلك الاحداث اللي حدثت في بورسعيد ما كان الا استخدام بورسعيد مسرح لتلك الاحداث. لان بورسعيد كان بعد الاحداث يعني بعد يوم 1/2 اللي حصل فيه الموضوع ده يا كابتن مصطفى كان في مشروع كبير هيحصل شرق التفريع كان هيدور دخل كبير قوي لبورسعيد والمصر. لا الحاجات القوميه ايمن دي لا يمكن حد يقرب عليها يعني. دي حاجات قوميه للبلد وليس لبورسعيد فقط يعني. تمام يا كابتن. بس انا عايز اقول لك حاجه يعني انا قدامي الاخبار كلها دلوقتي. اولا انا بشيد
بما يقوله نواب مجلس الشعب او الجمعيه النهارده في النادي المصري بالقصاص من القتله. لكن ايمن، انا اتمنى طبعا شعب بورسعيد انا تربطني بيه علاقه طيبه جدا. دخلنا في مواضيع اخرى مع علاقه حسن حمدي بالنائب العام بالكلام دوت باللي احنا فيه. التراس الناس دي ماتت، يبقى ازاي نتهم التراس اهلاوي يا ايمن؟ يعني ايه وجهه نظرهم في ده يعني؟ لا وجهه نظرهم ان طبعا الفتره لا هم طالبين محاكمه التراس اهلاوي. لا بص يا كابتن مصطفى، لا بعد اذنك يا ايمن، اسمع الكابتن فاروق يا ايمن. هو بيقول القصاص وفي نفس التوقيت هو بيقول القصاص والافراج عن المسجونين اللي هم ما لهمش المظلومين بيقولوا ماشي. احنا مش هم اللي يقولوا ولا احنا اللي نقول، النيابه هي اللي تقول. احنا دي مش شغلتنا. في ناس مسؤوله تطلع مين يعني هل احنا هنبرأ كل الناس؟ يعني هم ذبحوا بعضهم وموتوا بعضهم ال 74 واحد، ولا بقى ناس عناصر سواء داخله بقى جوه الجماهير، عناصر من بره، عناصر من الجماهير. احنا ما بنشككش في بورسعيد ولا اهل بورسعيد ولا شعب بورسعيد، ولكن انا ما اجي اتكلم على القصاص اتكلم مين اللي عمل القصاص، مين اللي قتل. ويبقى في نفس التوقيت دول اخرج الناس. طب انا ده الوقت ده بموت وبدفن، يعني انا بقتل وبدفن، ما ينفعش. في نيابه بتشتغل، في تحريات بتشتغل، في مباحث جنائيه بتشتغل عشان يوصلوا للناس اللي عملوا القتله الحقيقيين للجماهير. طب عايز اسالك يا ايمن، يعني الاخوه الزملاء في بورسعيد يعني عرفوا منين ان دول مظلومين؟ طب لما دول مظلومين مين القتله؟ كابتن مصطفى بالنسبه للشق الجنائي يعني ممكن اقول لحضرتك اخر المعلومات الجنائيه يا ريت. كابتن مصطفى خلال ساعات ربما تتعدى ال 24 ساعه واقل المستشار سامي عبيد المحامي العام لنيابات بورسعيد فيصدر قرار حاله المتهمين في احداث بورسعيد، ربما يشمل القرار 55 شخص او اكثر. دول بتحولها كابتن مصطفى لمحكمه الجنايات. المقبوض عليهم كام يا ايمن؟ المقبوض كام يا ايمن؟ الموجود حاليا دلوقتي يا كابتن حوالي 63 فرد. 63 يعني ممكن ال 13 يعني انت فرست ب 13 واحد ولا ال 12 واحد اللي هم مش ما كانوش لهم دور في الموضوع عشان يخرجوا. يا كابتن في حوالي من يومين صدر قرار بالافراج عن حوالي 10 اشخاص. لا دول 14 سنه دول يا ايمن؟ ايوه يا كابتن، عند 14 سنه صغيرين، اعمارهم بين 17 و18 وفي يعني 22 و23 كلهم شباب صغار. فيضمن القرار يا كابتن قيادات امنيه كبيره. ابرز ما في القيادات عصام سمك مدير الامن السابق لبورسعيد. ومين تاني معاه؟ ده ابرز ما فيهم يا كابتن اللي قدرنا نحصل عليه. عصام سمك. كابتن المحاكمه لن تكون في بورسعيد يا كابتن، المحاكمه ستكون خارج بورسعيد بعدم وجود قاعات واسعه في بورسعيد تتسع الشهود والمتهمين. ممكن يبقى في الاسماعيليه؟ في الاسماعيليه. ممكن هي اصلا في الاسماعيليه اصلا صحيح، النيابات في الاسماعيليه. النيابات كلها في الاسماعيليه يا كابتن، وكمان النيابات يا كابتن يعني بتقعد وقت طويل جدا في التحقيقات، يعني في نيابات بتقعد لوقت طويل جدا بالليل، وكان في بيسمعوا من حوالي يومين يا كابتن لستة من اعضاء الالتراس. التراس اهلاوي ولا بورسعيد؟ التراس اهلاوي. بس انا عايز اقول لك برضه دايما معانا الكابتن فاروق، يعني الناس مستعجله يا كابتن فاروق النيابه امتى وازاي وامتى؟ ده قتله، يعني انت هتحكم على واحد لا اما بالسجن المؤبد لا اما بالاعدام يا اما بال10 سنين، وانت في نفس التوقيت يا كابتن مصطفى احنا بنتكلم على الشق الجنائي، في نفس التوقيت انت بتطالب بعوده الدوري العام. بالظبط احنا بنقول ما فيش دوري من غير ما الناس تاخد حقها. انا من وجهه نظري، والا يبقى في هنا ظلم من اكبر مسؤول لاقل مسؤول، يبقى هنا في ظلم، يبقى هو جنع، يبقى هو السبب. لو هو راضي ان لو عنده ابن او حفيد ان هو يتقتل في الملعب يبقى هو راضي، يبقى هو كان شريك في العمليه. مفيش حاجه اسمها انا اروح اتفرج على المباراه وما ارجعش، او ابني يروح يتفرج على المباراه وما يرجعش، او حفيدي يروح يتفرج على المباراه وما يرجعش. مين الجاني؟ لازم اعرف، لو ما عرفتش لازم اسيب الكرسي ده وامشي. في 55 في 55 يا كابتن فاروق متحولين جنيه. ما هو ايمن بيقول، ما ايمن دول عايز الناس تخرج، ومين دولت اللي هيخرجوا؟ مين اللي قال ايمن مين الناس الجناع ومين الناس اللي ما ارتكبوش ده دي كابتن فاروق، دي طلبات الجمعيه العموميه اللي النهارده اللي اتكلموا فيها مش ايمن. يعني ايمن بيقول الجمعيه العموميه كده. طب ايش عرفوا مين هم الجناة؟ هيفرج عن مين؟ يفرج
موجودين في نفس التوقيت، والموضوع هيتعرف في خلال 48 ساعه 24 او 24 ساعه. اذا طب انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم النهارده لازم النيابه تاخد وقتها وتحريات المباحث تاخد وقتها ويبدا ياخد الشق الجنائي بتاعه. النهارده الشق الجنائي احنا مش عايزين كرياضيين احنا ما نخشش فيه، ولا او المنظومه الشعبيه بتاعت الكوره ما تخشش في الشق الجنائي، تاخد وقته. لكن خلينا نتكلم في الشق الرياضي الكروي. وضع المصري ايه؟ نادي المصري ايه؟ هو ده اللي الناس تفكر فيه. لكن ما فيش واحد فينا بيشكك لحظه ان بورسعيد دي استحملت واتبهدلت بورسعيد سنه 56 والناس هجروها من بورسعيد وشعب طيب وشعب غلبان كل الكلام ونشيل بورسعيد فوق دماغنا. لكن في حد عمل حاجه غلط لازم يعاقب، لازم قصاص. ايمن عندك حاجه ثانيه؟ ايمن في عندي خبر يا كابتن مصطفى، يعني لسه حصلت عليه من بعض الساعات، يعني في بدايته كده ان تقدم المهندس ثروت اسماعيل، ده كان مدير اداره التشغيل والصيانه ده الشباب والرياضه، ده شباب والرياضه. ده طلع معاش، ده اتقدم بايه؟ تقدم بايه؟ لا ده تقدم ببلاغ للنائب العام يا كابتن. انا تعاقده ده انا هتعاقده. في بعض الناس يعني في بعض الاقوال بتقول ان ده اللي كان معترض، ده كان معترض على الامن والامان في الاستاد. بالظبط كده كابتن. هو ده اللي كان معترض على السكيورتي بتاع الاستاد. لا هو ده دخل الاستاذ ثروت، ده عمل النهارده مشكله كبيره جدا، او مش مشكله، عمل حاجه كبيره جدا. هي مش يعني مش بقول مشكله، ان دخل المقاولين العرب هي صاحبه الاضاءه ولحم البيبان والسور اللي هو المتوسط اللي هو المفروض في المقاولين العرب هو اللي كان بيحمي. هو الاخ ثروت دخل المقاولين العرب في عناصر الاتهام. مش كده يا ايمن؟ عموما كملي الخبر يا ايمن، كملي الخبر. كابتن هو تقدم بالبلاغ ده وكان ذاكر ان المقاولين العرب هم اللي لحموا ده يا كابتن. بس في يعني في ناس في بعض المعلومات يا كابتن استغربت ان هو لما التعليمات صدرت ان الباب يتلحم، يعني جابوا ناس يعني هم عاديين في الشركه، لان جابوها يتلحم يا كابتن. كل حكايه ان هي بنت لحمها هتتحط على الباب، فاهم؟ دي مكان يعني هو ادخل المقاولين العرب ولسه يعني ما حدش متاكد اذا كان المقاولين العرب هو اللي عمل اللحام دوت او حد تاني. وهو قال كمان الاضاءه، المقاولين العرب المسؤول عن الاضاءه، وان اللحم ده بيبقى محتاج 3 فاز، وان ما حدش يملك 3 فاز غير المقاولين العرب المكنه اللي بتنفع. انا شايف يعني بص خلينا في اتحادات وفي نيابه وفي لجنه تقصي حقائق، مش عايزين نقول كلام ملوش معالم. يعني مع احترام للاخ ثروت، يعني المقاولين العرب ما هي اللي تبقى تقول المقاولين العرب؟ مش في مدير عام استاد؟ هو المقاولين العرب مدير عام استاد بورسعيد؟ ولا مدير عام البيبان؟ مش في امن؟ وفي السيد مدير الامن قال يا كابتن فاروق ان فلان ده تبع على الباب ده والباب ده، ويبقى معاك ده معاك الباب ده ومعاك الباب ده. طالع بروحين شر العناصر. دي كانت نقطه امنيه يا كابتن. يا استاذ ايمن خلينا التحقيقات هي اللي هتثبت مين المدان في هذا الموضوع. انت بتقول 24 ساعه، خلينا ننتظر 24 ساعه ويبان من المدان. وزي ما قال كابتن فاروق، يمكن انا اختلف في جزء مع كابتن فاروق في حته اقامه الدوري، لكن لازم القصاص، وانا متفق مع كابتن فاروق مع كل الشعب المصري على القصاص من القتله ومع بورسعيد. شكرا ايمن عيد من بورسعيد. خليك معايا في